تخيل معايا يا صديقي يكون قاعد في بيت عادي ومره واحده تنسحب وتروح لعالم تاني، عالم كله غموض واسرار ومنظمات وقوه مرعبه جدا. غلطه واحده تخلص على حياتك، فيا ترى تعمل ايه؟ بص بقى يا غالي، حابب اقول لك ان انا جايب لك احسن انمي اتعمل بالنسبه لي، الانمي اللي معمول من افضل روايه نزلت هي كمان، اسرار ونزاعات وتلاعب وطقوس مرعبه ومنظمات عاوزه تسيطر على العالم كله، وفي وسط الاحداث دي بيكون بطلنا عنده هدف واحد وهو ازاي يرجع للعالم بتاعه. نعم يا ساده، تربو يلخص لفظ الغوامض. وقبل ما نبدا صلى على سيدنا محمد، والان فلنبدا. بتبدأ حكايتنا بواحد نازل من السماء بيتنقل لعالم غريب وبيخش في جسم واحد تاني، وبعد كده بيفوق وبيلاقي نفسه قاعد قدام مذكرة ومسدس والدم مالي المكان، والواد بيتخض ايه اللي بيحصل بالظبط، لكن هوبا الجرح اللي في دماغه بيبدا ان هو يتجمع من تاني وبيفتكر ليه ذكريات من ماضي، وواحد بيتكلم واحداث مشوشه جدا، وفجاه واحد بينادي عليه وبيبص لكنه مش بيكون موجود، وبيشوف نفسه في المرايه وبيقول ده مش انا، مين هو كلاين دوت، وانا شكلي كده اتنقلت لعالم تاني ولا ايه؟ وفي اللحظات ديت بنلاقي اشخاص بيحققوا في قضيه قتل، والاتنين اللي ماتوا هما ويلتس ونايا، وشكلهم كده ماتوا بعمليه انتحار. وعاوزك تتخيل كده هما مين دمت؟ ايوه هما دمت اصحاب بطلنا كلاين اللي انتحر هو كمان، لكن على عكسهم هو قدر ان هو يعيش، وده معناه ان الحاجات اللي بتحصل ديت مش صدفه، وان في حد بيرتبها. وعاوزك تركز جدا في الاحداث اللي بتحصل، لان هنا مفيش حاجه اسمها صدفه خالص، وكل حاجه لها ترتيب. وبنرجع لبطلنا اللي بيبدا يفتكر ذكريات من الماضي لجسد الشخص اللي مات دوت، كلاين مورياتي، عايش في مدينه تنجن بمملكه لوين، وطالب تاريخ بيعرف لغات كتيرة جدا، وبيبدأ بقى يقرأ المذكرة اللي قدامه واللي هنفهم منها كل حاجة. في يوم جاله صاحب ولد وقال له احنا لقينا مذكرة قديمة، لما بيفتحوها بيطلع انها من الحقبة اللي فاتت وبتكون لعائلة اسمها انتيجونيس، وبيقعد يدور جوه المذكرة وبيلاقي حاجات غريبة، لكن بينصدم لما بيشوف الكلام الموجود دوت، الجميع سيموتون بمن فيهم انا، وبيقول لنفسه هو ايه اللي خلاه يكتب الجملة ديت. وفي اللحظة ديت اخته بتنادي عليه، والواد بيقوم بسرعة وبيحاول يغطي المسدس والدم اللي موجود، وديت هي ميليسا مورياتي، وبتقول له مالك كده يا ابني، انت عامل كده ليه؟ فبيقول لها مفيش حاجه، وبعدها بتسيبه وتمشي، وبعدها بيروح عشان يمسح الدم اللي موجود، لكن بيتفاجئ ان الجرح اللي في وشه مش موجود، وبيبدا يفكر في الاحداث كلها، كلاين مات منتحر ولا حد هو اللي خلاه يعمل كده؟ وكمان في بعض الذكريات عنده مش موجوده. طب استنى كده، وممكن يكون اصلا مرتبط بالدفتر القديم اللي لقاه هو وصاحبه، لكن برضك هو انا ازاي جيت اصلا للعالم دوت؟ انا كنت عايش في حالي والدنيا كلها كانت طبيعيه، ايه اللي خلاني اتنقل واجد العالم دوت؟ لكن ساعتها بيفتكر ان هو عمل تعويذه قبل ما ينام، وهو بيفكر بتخش عليه اخته تاني وكانت عامله له الفطار، والواد بيتخض تاني وبيقول لها في ايه؟ تديله الفطار وتقول له انا رايحه على الجامعه وما تنساش تجيب عيش وانت جاي، وبعدها بتسيبه وتمشي، وبيلاحظ ان هي بتحب اخوها جدا وبيقول لها انا اسف بس لما تيجي مش هكون موجود، وبياخد المسدس، لكن بيكتشف حاجه، بما ان اختي عايشه معايا ازاي ما سمعتش صوت طلق النار اللي حصل؟ انا لازم امشي من العالم دوت لان اكيد في خطر عليا، ولما اجيب العيش وارجع لازم اعمل التعويذه اللي انا عملتها وارجع بعدها للعالم بتاعي. وبيروح على المحل وبيشتري العيش وبيتعامل مع الناس عادي، بس بيلاحظ ان في حد بيراقبه، وهو ماشي راجع البيت بيشوف ناس بتلعب بورق الطابور واللي هو زي الكوتشينه عندنا يعني، واللي اخترعها هو الامبراطور روزل، وكمان اخترع سفينه بخاريه ومركب صراعي وحاجات تانية كتير، وبيشك ان هو ممكن يكون متنقل للعالم دوت زيه بالظبط. ووقتها في عمله بتقع منه، بس بيلاقي حد بيقرب منه وعلى طول بيمسك المسدس ولسه هيضرب، لكن بيشوف ان هو مهرج وبيقول له في عرض النهارده ويا ريت تيجي وتحضر عندنا، وعاوزك تركز مع المهرج دوت عشان هنشوفه بعدين. وقتها بيلاحظ بطلنا ان الراجل اللي كان بيراقبه مش موجود، وبيقول للمهرج تمام وبيسيبه ويمشي بسرعه، وبيحاول يهرب ويتوه في اي حته، لكن الراجل اللي وراه مش سايبه، فبيلاقي خيمه كده ويدخلها ويستخبى فيها، بس في واحده بتنادى عليه وتقول له تعالى تعالى وشوف مصيرك. وبره بنلاقي الشخص اللي بيراقبه اول لما بيشوف المحقق دوت بيمشي ويسيب المكان، وجوه بقى الست بتقول له القدر محدش بيعرف يتنبأ بيه، تعالى وانا هعرفك مصيرك كله. وهنا لازم نقف شويه عشان الانمي دوت فيه معتقدات لازم ناخد بالنا منها، لان القدر والمصير بيد ملك الملوك وعلام الغيوب ويعلم بما في النفوس. وبنرجع تاني للست
واللي بتقول له انت عميل الاول وعشان كده هيكون الجلسه ديت مجانيه. والواد لما بيسمع كده بيقول له ماله ما تيجي نجرب. والست بتقول له انت عاوز تعرف ايه؟ فبيقول لها الماضي والحاضر والمستقبل. تاخد الورق وبتطلع له 3 ورقات، ده بيمثل الماضي وده الحاضر وده المستقبل. يلا يا عم شوف انت عاوز تاخد انهي واحده الاول. بيقول لها انا عاوز الحاضر، ولما بيسحبها تطلع له الاحمر، ودي بقى لو ما تعرفش فديت البطاقه رقم 0 في مجموعه الطابور واللي بيمثل جميع البدايات الجديده. لكن ساعتها بتخش عليهم صاحبه المكان اصلا بتقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ هو انت مش المفروض مدربه وحوش؟ والواد بيقول يا حلاوه عشان كده كانت ببلاش. لكن الست بتقول له انا متاكده من العرافه بتاعتي. لكن فجاه بيخش عليه واحد بس بطلنا بيقدر ان هو يهرب منه ويرجع على بيته ويبدا يحضر التعويذه اللي هيرجع بقى للعالم بتاعه من تاني، ويحط حاجاته ويظبط نفسه ويقف في النص ويبدا ان هو يعمل التعويذه. لكن لما بيخلصها مفيش حاجه بتحصل، والواد بيقول مستحيل اكيد في حاجه غلط. لكن فجاه بيحس بالم شديد جدا في دماغه وبيقع على الارض بيتألم على الاخر وبيصرخ من كتر الوجع، والمكان من حواليه بيتغير وبيقلب للون الاحمر، وهوبا بيلاقي نفسه في بعد تاني والمكان كله بيكون مليان ضباب. وفي اللحظه ديت واحده كانت قاعده في البيت بتاعها عادي بس بتلاقي نفسها بتتسحب فجاه، وواحد بيكون واقف في وسط البحر وبيلاقي نفسه بيتسحب هو كمان. والاتنين كانوا واقفين وبيلاقوا قدامهم الكائن المرعب دوت وبيخافوا جدا ومش بيكونوا عارفين ايه اللي بيحصل. والبنت بتساله احنا فين بالظبط؟ وبيعرف بطلنا انهم جم هنا بسببه ومش بيكون عارف هو جابهم هنا ازاي. والبنت بتساله تاني هو انت ملك العالم دوت؟ والواد بيقول ملك؟ وانا ينفع اكون ملك من غير عفش؟ ووقتها قوة بقى بتتفعل ومباني وصخور ضخمه بتظهر في كل مكان والعالم كله بيلف بيهم وبيبدا يبني حاجات على شكل قاعه ضخمه جدا. والواد بيقول ايه اللي بيحصل دوت؟ انا لما فكرت بس حصل الكلام ده كله وانا ممكن اكون فعلا اقدر اسيطر على العالم دوت. وبيرفع ايديه وبيعمل مكان يتجمعوا حواليه وبيتاكد فعلا ان هو يعرف يتحكم في كل حاجه هنا. لكن وقتها الراجل بيتدخل وبيقول له وانا فين بالظبط وانت مين؟ هنا بيسال نفسه سؤال انا مين؟ هل انا تسو مينج من العالم التاني ولا كلايم مورياتي من العالم دوت؟ ووقتها بياخد القرار وبيتحرك ناحيه العرش وبيقول لهم ممكن تنادولي بالسيد الاحمر. مش عاوز اقول لك قد ايه المشهد دوت فخم على الاخر، لان ساعتها بتظهر اقوى واذكى شخصيه موجوده في العالم الانمي كله. والراجل بيسأله من تاني انت عاوز مننا ايه بالظبط؟ بيقول له دي عبارة عن تجربة مش اكتر. والبنت بتقول له يعني احنا ممكن نمشي من هنا عادي؟ فبيقول لها طبعا في اي وقت. فبتقول له بما ان الموضوع كده فانا طول عمري بحب الاسرار والغوامض، هل ممكن تقول لي ازاي اكون متجاوزة؟ والواد لما بيسمع مش بيكون عارف يعني ايه الكلام دوت. فبيقول لها الراجل اللي قدامك يعرف يجاوب على سؤالك. والراجل كان قاعد يحلل انا كنت في وسط البحر والبنت دي شكلها من النبلاء، ازاي السيد الاحمق قدر يجمعنا احنا الاثنين في المكان دوت؟ وبيقول لها بصي انت اكيد من مملكه لوين، وعلى الرغم من ان معظم الناس ما يقدروش ان هم يكونوا متجاوزين الا انهم بيقاتلوا في كل حته، وركز قوي ان مش اي حد ينفع يكون متجاوز. بس هي بتقول له انا مش عاوز افقد الحريه بتاعتي واكون تحت امرهم. وبيفكر في كده وبيقول لها انا عنده جرعتين من التسلسل التاسع، واحده اسمها البحار وواحده اسمها المتفرج. وكلاين بيكون قاعد مش فاهم اي حاجه من اللي بيتقال وبيقول واضح كده ان دوت عباره عن قوه خارقه بس بصفات مختلفه، والتسلسل واضح ان هو عباره عن المستوى اللي هم فيه. لكن هل ممكن انتقال للعالم دوت والضباب الرمادي ليه علاقه بقوه المتجاوزين؟ ومش عاوزك تقلق من اي حاجه هنفهم كل حاجه بعدين. والبنت بتقول له انا عملت صفقه بيني وبين الراجل دوت وعاوزك تكون الشاهد بتاعي. وبيقول لها بسيط جدا. فبتقول له هل ممكن تعمل اجتماعات تانية ونحضر فيها؟ وبيقعد يفكر في كده والراجل بيقول له انت عندك قوه كبيره جدا وانا والسيده ديت عاوزين نتجمع ونتناقش في بعض الامور، بس بيقول ممكن الاجتماعات ديت تكشف اسراري وان انا اصلا ما عنديش قوه المتجاوزين، بس في نفس الوقت ممكن من خلالها اقدر اعرف اكتر عن العالم دوت وارجع ساعتها للعالم بتاعي. وبيقول لهم تمام كل يوم 2 الساعه 3 ومفيش حد يعرف بالموضوع دوت ابدا. وبتقول احنا لازم نعمل اسماء رمزيه لينا عشان ما حدش يعرف اسمائنا الحقيقيه. وبالمناسبه البنت ديت اسمها بودفي والراجل اسمه الجار، وهي بتختار اسم عداله وهو بيختار الراجل المصنوع، وديت بيكون رموز جوه ورق الطابوت. ساعتها باب البيت بتاع كلاين بيخبط، هو بيحس بيها ودماغه بتوجعه جامد وقوته بتخلص وبيبدا يفقد السيطره على العالم. وبيقول لهم كفايه لحد كده النهارده، نتقابل المره الجايه. وبيحيوه وينتهي الاجتماع وكل واحد بيرجع على بيته. والواد لما بيصحى بيسمع صوت خبط جامد فبيقول مين؟ وبيطلع ان الشرطه وصلت للمكان وبيبص كده وبيعرف ان الشخص دوت مفتش وجاي يدور عليه. وبيفتح الباب وساعتها بيعرف ان الشخص اللي قدامه دوت هو نفس الشخص اللي كان بيلاحقه. وبيقول له انا ليوناردو من قسم الشرطه، وبيخش جوه وبعديه بيجي القائد دان من قسم الشرطه وكمان، وبيعرف ان اصحابه نايا ويليتش انتحروا وبيقول لهم ازاي انتحروا. واضح جدا ان حد هو اللي بيتحكم فيهم. ليوناردو ساعتها بيقول له ايه الكلام الغريب اللي انت كاتبه هنا؟
هنا، وكمان الجميع سيموتون بما فيهم انا. معنى ايه الكلام دوت؟ والواد ساعتها بيقف ومش بيكون عارف يعمل ايه، وقرر ان هو يقول لهم على كل حاجه، وبيقول لهم انا ما عنديش فكره على اللي حصل، كل الاحداث اللي حصلت انا مش فاكر منها اي حاجه. وبيقول له دان في مسدس مسروق وانا حاسس ان احنا هنلاقيه هنا، فبيقول له هتلاقيه هناك عندك. ودان بيساله عاوز تقول اي حاجه؟ فبيقول له ايوه، امبارح بالليل كنت نايم ولما صحيت لقيت نفسي كاني فشلت في عمليه انتحار، وبعد كده حسيت ان انا فقدت بعض الذكريات اللي كانت موجوده. ودان بيقول له انت عندك قوه ادراك عاليه وده كله ماشي مع الاستنتاج بتاعي، لكن لازم تيجي معانا وتعدي التحقيق النفسي ومن خلاله هنعرف نعيد ذكرياتك. الواد على طول بيخاف لان كده احتمال ان هم يعرفوا ذكرياته اللي موجوده من العالم بتاعه، واكيد مش هيسيبوه بعدها. وليوناردو بيقول له انت محظوظ لان لو حد تاني كان هيموت. وهما ماشيين كلاي مش بيكون عاوز يروح معاهم، وبيلاحظ ان في طفل بيسرق وبيعمل فوضى في المكان، وبيقول ديت هي الفرصه بتاعتي، وبيهرب من المكان بسرعه وشغال يخبط في الناس ويخش الشوارع كتير عشان محدش يقدر يمسكه. لكن مره واحده بيقف ومفيش حاجه بتحصل، وكأن الزمن وقف، وبعدها من حواليه بيحصل خبط ووزع في كل مكان، والشبابيك بتفتح والدنيا مش مستقره خالص، والواد بياخد بعضه وبيجري بكل سرعته. لكن فجاه الارض بتتكسر والطوب بيسيب وبيهجم عليه، وبيحاول ان هو يهرب في اي حته، لكن الابواب اللي قدامه بتتقفل، وبيلحق نفسه في اخر لحظه وبيطلع بره وبيشوف عربيه واقفه وبياخدها عشان يمشي من هنا. وبعد شويه بيقول الحمد لله الواحد كان هيتمسك يا جدع، وبيقول للسواق يقف هنا لكن هو مش بيسمع له وبيفضل مكمل، وبيقول له انت رايح على فين يا عم انت؟ وايوه هو دوت القائد دان. والواد ساعتها بيفوق وبيحس ان هو كان في حل، لكن الباب بيفتح وبيظهر منه شخص، وبيظهر دان للمره الثانيه وبيقول له اهلا بك يا غالي. وكلاي مش بيكون فاهم ايه اللي بيحصل وبيتاكد ان هو اكيد متجاوز. ودان بيقول له جملته المشهوره في الليل احنا الاقوى، والمكان بين حواليه بيتكسر وبيظهر ان هو اصلا كان واقف بره، لكن هوبا بتظهر واحده من وراه وتمسكه وتقول له اهدى كده عشان اكون لطيفه معاك، وبيظهر ليه ذكريات من كل مكان، وبيلاقي نفسه في عالم تاني وامه وابوه الحقيقيين موجودين قدامه، لكن بيسمع صوت الست ديت تاني وكانها بتحاول تعرف ذكرياته. ووقتها بيحلل اللي بيحصل ويستنتج ان هو موجود في عقله، والست ديت موجوده هي كمان بس مش عارفه تتعرف على ذكرياته، وبيسال هو ده بسبب الضباب الرمادي. وفجاه بتظهر قدامه وبتقول له فين مذكره عائله انتيجونيس، وديت المذكرات اللي كانت موجوده في بيت ويليتش. وبيقول لها مش عارف، وبتضغط عليه اكتر وبتقول له لما ماتوا انت كنت بتعمل ايه؟ الواد مش بيكون قادر يستحمل وهوبا بيعمل سلاح وبيصوبه ناحيتها، لكن في الاخر بيضرب نفسه. بيفوق بعدها وبيعرف ان هو عدى الاختبار، والست اللي كانت بتحقق معاه بتقول لدان ان هو فعلا ضرب نفسه بالمسدس، لكن الغريب ان هو لسه عايش. اما بقى بالنسبه لذكرياته فهي زي ولد صونايه بالظبط، ملهاش اي اثر، وفي قوه كبيره مأثره عليه وعمرها ما شافت حاجه زي كده. والست ديت اسمها دالي، ودان بيقول له ان في خطر عليك لان مذكره عائله انتيجونيس مفقوده، وكل الادله بتشير لك انت، ولو عاوز تحمي نفسك فلازم تكون متجاوز وتنضم لينا. وبنشوف بعدها كلاين وهو رايح فعلا عشان ينضم لسكور الليل، وبيكون هناك عند حانه اسمها هاون، وديت يعتبر هي التمويه بتاعهم. وبيخش هناك بيلاقي قتالات ومراهنات واي حاجه غلط موجوده، وبيسال عن شخص اسمه رايد وبياخده وبيوديه للاسانسير. واول لما بينزل بيقابل السكرتيره وبتعرف ان دان هو اللي بعته وبتاخده على هناك. وهما في الطريق بيقابلوا ليوناردو وبيكمل وبتروح عند المكتب بتاع دان، ولما بيخش بيلاقيه قاعد وبيقول له ايه قررت ولا لسه؟ الواد بيقول له ايوه انا مستعد، وبعدها بيديله ورقه كده يمضي عليها وبيقول له احنا سكور الليل تبع كنيسه الليل الدائم والمسؤوله للتعامل مع الظواهر الخارقه، وانت من النهارده بقيت واحد مننا. لكن بيقول له انا لازم احذرك قبل ما تبدا انت ممكن تفقد السيطره في اي وقت. والواد مش بيكون فاهم اي حاجه، بياخد دان شمعه كده وبيقول له تعالى معايا. ولما بيوصلوا بيلاقي مكان مليان شموع، وبيقول له شايف الشموع دي كلها؟ كل شمعه بتعبر عن واحد فقد السيطره، وهم دمت منقذوا تنجن. وتخيل معايا كده كم واحد فقد السيطره، فعشان كده الموضوع مش سهل اطلاقا. وبيبدا يشرح له عن قوه المتجاوزين، وعشان تبقى متجاوز لازم تاخد حاجه اسمها جرعات الاول، والجرعه دي عباره عن منشط اللي بيبدا يحفز جسمك عن ان هو يكتسب قوه اكبر. لكن هنا بتبان المشكله، فهي فعلا بتحفز جسمك ان هو يكتسب قوه كبيره جدا، لكن في نفس الوقت في خطر عليك لانك ممكن تفقد السيطره في اي وقت، وكل لما الجرعه تكون اقوى كل ما تفقد السيطرة أكتر. فعشان كده في حاجة اسمها تسلسلات، وبنبدأ بالتسلسل التاسع لحد ما بنوصل لصفر، وعشان تتنقل من كل مستوى لازم تهضم الجرعة الأول وجسمك يتعود على القوة دي. طب ما أنت هتقولي الموضوع سهل اهوت،
اقول لك لا، لانك انت اصلا مش بتكون عارف ازاي تهضم الجرعه ديت، انت بتكتشف الكلام ده كله مع نفسك، ومفيش حد بيقول لك الكلام دوت مهما حصل، وهنعرف السبب بعدين. فعشان كده ممكن واحد يهضم الجرعه ديت في سنتين، وواحد يهضمها في 10 سنين، وده كله على حسب شطارتك. والجرعه ديت بيكون لها مسارات معينه، وكل مسار ليه مميزات وعيوبه. احنا دلوقتي عندنا 22 مسار، كل مسار ليه جرعه معينه. يعني انت مثلا عندك مسار اسمه جمع الجثث، وده جسمه بيكون قوي جدا في القتالات، لكن مشكلته ان هو بيبدا يفقد انسانيته مع مرور الوقت. وفي مسار تاني واسمه متنبئ، وده بيكون قوي في التحاليل والتنبؤات، لكن ضعيف في القتال المباشر. وده بيكمل ويقول له احنا دلوقتي عندنا جرعات ل4 مسارات، بس مسار المتنبئ مش معانا بقيه الجرعات بتاعته. فعشان كده اوعى تستعجل، وفكر كويس قوي، وروح في غرفه الكيمياء عند العجوز نيل، وهو هيساعدك تاخد القرار. وبيروح على هناك وبيكون قاعد يفكر في انهي مسار يخشه، ولما بيدخل عليه بيلاقي دخنه هناك، والمعلم بيكون عمل تجربه بس فشلت، وكلاين بيعرفه بنفسه، وبيعرف ان هو جيد جدا في استخدام اللغات بشكل كبير، وبيقول له خد المذكرات ديت وشوف لو ممكن تعرف تقرا اللي فيها. وده لان مفيش حد قدر يفك شفرتها لحد دلوقتي. وتخيل معايا كده ديت بتاعت مين؟ مفيش غيره، الامبراطور فوزل. والكلاين اصلا شاكك ان هو منتقل للعالم دوت زيه، وبيطلع ان اللغه اللي مكتوبه لغه صينيه، لو ما تعرفش في الانمي دوت صيني مش ياباني. فعشان كده البطل بتاعنا اصلا كان عايش في الصين قبل لما يجي على هنا. وساعتها الامبراطور بيكشف عن احد اهم الاسرار للجرعات، وهو ان اسم الجرعه مش مجرد اسم رمز وخلاص، لا، اسم الجرعه ده المنهج اللي لازم تمشي عليه. يعني انت مثلا اخترت جرعه المتنبئ، فعشان تهضم الجرعه ديت لازم تمثل بالظبط ان انت متنبئ، وحياتك كلها تكون ماشيه على المبدا دوت، وبكده الجرعه هتتاقلم بشكل كبير، وساعتها الهضم هيكون اسهل. وحرفيا المعلومه ديت هتغير مستوى بطلنا بشكل كبير جدا. وبيكمل ويقول ان هو اخذ قرار غلط في اتخاذ المسار، ولما ادرك دوت اكتشف ان احسن مسارين هما مسار اللص والمتنبئ. وساعتها نيل بينادي عليه وبيقول له ايه يا ابني انت مالك كده؟ فبيقول له مفيش حاجه، كنت بحاول افك الشفره ديت. ووقتها قرر ان هو يثق في الامبراطور فوزل ويختار مسار المتنبئ. وبعدها بيبدا العجوز نيل ان هو يعمل له الجرعه، شويه ميه نقيه على شويه عشب مش عارف هو ايه، مع شويه سم وحاجات كتيره جدا. ولما بيخلص الجرعه بيديها لبطلنا وبيقول له يلا يا بطل، جرعه المتنبئ بقى جاهزه بالفعل. والواد بيمسكها وهو خايف ممكن يتسمم، وبيساله اشربها كده على طول ولا في طقوس ممكن اعملها؟ فبيقول له لا، اشربها وما تخافش. وبعدها بيشجع نفسه وبيبدا ان هو يشرب، وهوبا اول لما بيبدا يشربها بيحس بحاجات غريبه، وكأن في حد بيتكلم بيقول له هرناسيوس. والخلايا عنده بتبدا ان هي تتحفز، وقلبه بينبض بقوه، والرؤيه عنده بتكون مشوشه، بيحس ان الدنيا بتلف بيه. وساعتها نيل بيقول له انت اخدت الجرعه عشان كده في قوه بتتسرب منك، واهم حاجه تركز وتسيطر على القوه ديت. وبيبدا يركز فعلا ويعرف ان هو يتحكم فيها. وبيقول له نيل حاول تتخيل اي حاجه مش موجوده في العالم دوت، لكن القوه بتكون كبيره جدا، ويبدا ان هو يفقد السيطره، والطاقه بتخرج من كل حته. ونيل بيقول له ركز والا هتموت. وبيبدا ان هو يتخيل صاروخ كبير جدا، لكن بيقع ولسه هيخبط. بيتخيل رائد فضائي عملاق والقوه بتتسرب منه من كل حته، ونيل بيزعق فيه وبيقول له ركز، والدنيا كلها بتبدا ان هي تتدمر. وفي اخر لحظه بيظهر نور، واخيرا بيقدر ان هو يسيطر على الجرعه. ووقتها كلاين مورياتي متنبئ من التسلسل التاسع، وبيبدا ان هو يلاحظ هل حوالين نيل. ونيل بيقول له انا عارف ان انت شايفني بشكل مختلف دلوقتي، وديت هي رؤيه روحيه ومن خلالها تعرف حالته الصحيه من الهاله بتاعتي، لكن بيحس بالصداع. ونيل بيقول له ده طبيعي لان قوتك الروحيه لسه ضعيفه، وعشان كده خبط خبطتين على دماغك عشان تقدر توقفها. وبيعمل كده وكل حاجه بترجع لطبيعتها من تاني. وساعتها نيل بيجيب له مسدس وطلقات، وبعدها بيروح لدان وبيقول له سمعت ان انت قدرت تاخد الجرعه بشكل كويس. والواد بيقول له الموضوع يعني سهل مش صعب، بس دان بيحذره بيقول له في عالم المتجاوزين التميز يعني الخطر، الفضول بتاعك ممكن يقتلك في اي لحظه، وافتكر الكلام ده كله كويس. وانت دلوقتي بقيت موظف حكومي، عشان كده خد الراتب بتاعك 7 جنيه كل اسبوع، وما تقللش من المبلغ دوت خالص. ودان بيأمره ان هو يروح ويشتري عصايه ويلف حوالين منزل ولد شرنايه، ويحاول يفتكر مكان مذاكره عائله انتيجونيس، ودي بتكون اول مهمه ليه. لكن وقتها ليوناردو بيقابله وبياخده على العربيه، وبيقول له احنا رايحين مهمه في طفل اتخطف ولازم نلاقيه. وبيديله اللبس بتاع الواد وبيقول له استخدم العرافه بتاعتك وحاول تلاقيه. بيجهز العصايه وبيفعل ادراكه الروحي، وبيبدا ان هو يستخدم قوته ويعرف مكان الواد وراح على فين، ولدرجه ان هو بيشوف كل حاجه في المدينه. هو جبار فعلا، بيقول له روح وامشي على طول، وبعدها لف شمال في يمين، وبيقدر ان هو يوصل للمكان اللي موجود فيه الواد. وبيخش جوه وبيفعل ادراكه الروحي، وبيلاقي الخاطفين قاعدين ويلعبوا.
والواد مربوط جوه، وليوناردو بيقول له خليك هنا لحد ما اتعامل معاهم واجي، وبيخش وبيكسر الباب برجليه، والرجاله بتقوم بسرعه ومش بيكونوا فاهمين ايه اللي بيحصل، وواحد منهم بياخد مسدسه وبوم اول طلع عليه، بس ليوناردو بيقدر ان هو يتفاداه بكل سهوله، وبيخش عليهم بيهجم على الاول وبوم بيديله واحده بيطلع في الجدار، تاني بيهجم عليه وبيحاول ان هو يصيبه، بس على مين؟ ده ليوناردو بابا يالا بيتفادى كل هجماته وهوبا بيديله واحده في الثانيه، وبعدها بيلحسه في التراب. نعم يا ساده، هي دي قوه ليوناردو. وكلاين بيروح لهناك عشان يفك الواد، لكن بيلاحظ ريشه بتظهر في المكان، وركز جدا جدا مع الريشه ديت لان الحبكه كلها مبنيه عليها، وبيلاحظ ليوناردو ان في حاجه مش مظبوطه، والرجال الاتنين بيقوموا من تاني وبيبداوا ان هم يتحولوا وبيندمجوا مع بعض، وبيظهر الوحش المرعب دوت وبيهجم على ليوناردو، بس بيقدر ان هو يتفاداه بكل سهوله، لكن الوحش مش بيسيبه وبيدمر في المكان كله وبيهجم عليه، بس ليوناردو بيقول له وقتك خلص وبيمسكه ويفزعه في الارض، والوحش بيحاول يهرب بكل سرعته، وكلاين بيمسك المسدس بس بيلاقيه اختفى، وليوناردو بيقول له استخدم العرافه بتاعتك وحاول تعرف مكانه، وكلاين بيسمع كلامه وبيحاول يلاقي اي قصب ليه، وساعتها العرافه بتدله على مكان، بس فجاه بيظهر جنبه وبيهجم عليه، والواد مش بيكون عارف يعمل ايه، وبوم بيضربه رصاص، بس الوحش بيهيج جامد وبيحاول ان هو يهرب وبينط لفوق لابعد مكان، بس ليوناردو بيفعل قوته قوه شعب الليل وبيبدا يقول شعبه، وهنا بيظهر المشهد الاسطوري دوت، وفي الاخير بيخليه يغمى عليه من غير لما يتحرك، وبيقول لكلاين ان هو مش هيفوق دلوقتي لحد ما يجي واحد ويحقق معاه، بس ساعتها كلاين بيشوف رؤيه قدامه وحد بيقول سلسله جبال هرناسيس، بس في الاخير بيقدر ان هو يفوق، وبيساله ليوناردو اذا كان حس بحاجه، بس هو بيقول له لا مفيش اي مشكله، وساعتها كلاين بيعرف ان هو كان في المكان ده قبل كده، وليوناردو بيكون قاعد يحقق في الجثه ديت ممكن يلاقي اي حاجه موجوده، وبيقول لكلاين من امتى وانت بتعرف تستخدم السلاح بالشكل دوت، فبيقول له يا عم ده جت بالحظ، هو انت شايفني زون نوك ولا ايه؟ بس ليوناردو بيحس ان في حاجه مميزه، وساعتها بيلاقي ظل جنبه وبيساله اذا كان اكتشف فيه حاجه، وبيقول له فعلا في حاجه مميزه فيه، وشكل كده في حاجه مخبيها هو كمان. المهم بنلاقي كلاين راجع على بيته وهو مبسوط باول يوم ليه، وبيفتح الباب بس بيلاقيه مفتوح، وبيشوف نفس المبنى اللي كان فيه من شويه، وبيحاول يهرب بس بيلاقي نفسه طلع لفوق، وبيحس بصوص جاي من الاوضه ديت، وبيروح على هناك والباب بيفتح وبتظهر اوضه وفيها مذكره موجوده، وبيروح على هناك وبيلاقي الجمله اللي كان كتبها قبل كده الجميع سيموتون بمن فيهم انا، وبيظهر رمز الاحمق، وبوم المكان كله بيتحول، وهوبا بيلاقي نفسه فاق وقاعد في بيته، وبيطلع ان ده كله عباره عن حلم، وبيعرف ان البيت دوت فيه دليل على مكان مذاكره عائله انتيجونيس. بعد فتره بنلاقي دان ومعاه راجل قاعد، ودان بيستخدم عليه قوته واللي هي الكابوس، من خلالها بيقدر يعمل كابوس من صنعه هو ويتحكم في كل حاجه، يعني كل حاجه فيه عباره عن وهم من صنع دان، وبنشوف الراجل ماشي وهو نايم، ودان بيبدا ان هو يشوف مذاكره عائله انتيجونيس، والراجل ساعتها بيصرخ ومش بيكون قادر يستحمل، وبعد كده بيصحى. طب مين الشخص دوت بقى؟ لو تفتكر معايا هو دوت نفس الشخص اللي كان بيراقب كلاين، وبيطلع ان هو من النظام السري، والنظام دوت منظمه سريه تسعى هي كمان ورا المذكره، وفي الوقت دوت بيبلغ كلاين القائد ان هو جه للمكان دوت وسلم المذكره. لكن هنا السؤال الغريب، ليه اصلا اتنين من المتجاوزين يخطفوا طفل ويجيبوه على مكان كان فيه المذكره؟ واكيد الموضوع دوت مش صدفه خالص، وبعدها بيلاقوا شخص له علاقه بواحد من الاتنين اللي ماتوا واسمه هو بيبر، وكلاين بيستخدم قوته عشان يعرف مكانه، لكن فجأة العصاية بتبدأ تفقد السيطرة وتتحرك في كل مكان ولسه تضرب كلاين. دان بيتدخل ويمنعها، وبيعرف ان في قوة جبارة منع ان حد يعمل عرافه، وبعدها بيدور القطعه الاثريه وديت بقى بتقدر ان هي تضخم قدره العراف عن طريق التواصل مع الارواح، وبيكمل ويقول له ان فرسان الهيكل اللي سمحوا ان احنا نستخدم قطع اثريه بتكون متقسمه لدرجات، بنبدا من الدرجه الثالثه لحد ما بنوصل للدرجه صفر، ودي بتكون اقوى حاجه، والقطعه اللي جايبها الفرسان هي من الدرجه الثانيه يعني خطيره، وبيحضر ساعتها الفرسان واحد بيكون من التسلسل السابع مسار الكابوس زي القائد كده بالظبط، وواحد في التسلسل الثامن حفار القبور، والاخيره هي دالي بالتسلسل السابع وسيطة روحانية، وكلاين ساعتها بيتعرف عليها وبيحييها، ودان بيكون قلقان جدا من القطعة ديت لأنها قوية جدا وخايف إن هم يفقدوا السيطرة عليها، بس الشخص اللي اسمه هارسون بيقول له إن هم لازم يرجعوا المذكرة بأي شكل من الأشكال، وشاكين إن بيبر يكون من سلالة
عائله انتيجونيس، وعشان كده هيستخدموا القطعه الاثريه اللي من صنع العيله ديت، وبيقول لهم بعدها اعملوا معايا نفس الحركه ولو وقفتوا فانتوا كده هتموتوا. وكلاين لما بيشوفهم بيقعد يضحك في سره وبيقول يا حلاوه هي ديت الحركه اللي هتقدر تنقذ حياتنا. وساعتها الصندوق بيفتح وبيطلع منها الدميه ديت، وكلاين مش بيكون مصدق ان الدميه ديت تقدر ان هي تقتلهم. بس بعدها بيروحوا على هناك وبنشوف بيبر وهو بيعمل طقوس كده، وعلى طول المذكره بتبدا ان هي تخش جسمه وتحوله للشكل المرعب دوت. وساعتها بيظهر المهرج اللي شفناه في الاول خالص، وبيطلع ان هو من النظام السري وجاي عشان ياخد المذكره. وبيوصل بعدها رجالتنا على المكان، وكلاين بيعمل عرافه عشان يعرف ان المكان دوت خطر ولا لا، وفعلا بيبقى خطر جدا. والباب بيفتح وبيظهر ريحه دم قويه جدا في المكان، والخيول بتجري، ولكن فجاه بيقوم من تاني وبيدمر الدنيا. ودان بتقول مستحيل، تعوذه الليل الابدي مش شغاله معاه. ودان بينصدم لانه عباره عن روح ميته، والمذكره هي اللي بقت مسيطره عليه. ودان بيتدخل وبيقول لدالي شوف اي نقطه ضعف ليه، وفعلا تستخدم نظرة الموت وتقدر ان هي تلاقي نقطة ضعفه، وبتقول لهم انا عاوزاكم تسيطروا عليه لمدة 3 ثواني. ودان بيقوم ويستخدم تعويذة الاحلام وبيحاول ان هو يدخله في وهم، وليناردو بيتفادى هجماته وبيهجم عليه. ودان بيزود قوته اكتر ويقيده، وفجأة بيحس كلاين بحاجة قوية جدا موجودة، وبيكتشف ان هي مذكرة، وبوم انفجار ضخم جدا بيملى المكان، والكل بينصاب والوحش بيضرب دم في قلبه. بتقول واحدة بيطيره ويرزعه في الارض، صاحبه بيسيب الدمية ويجري عشان يلحقه. ودان بيكون بيعاني من اصابه وبيحاول يقوم ويعمل تعويذه توقفه، لكن كلاين بيتدخل ويبدا ان هو يستخدم تعويذه سبات الليل الابدي. وفعلا الهجوم ده بيجيب نتيجه وبيقدر ان هو ينيمه. ودان بتستغل الفرصه وتهجم عليه بكل سرعتها، وبتستخدم تعويذه هادي العالم السفلي، وبوم احلى انفجار بيحصل في المكان. وساعتها دان بيجري بكل سرعته على دالي واللي بيكون مصابه جدا، ويبدا ان هو يدي لها جرعه شفاء. وكلاين بيروح عشان ياخد المذكره، لكن ساعتها بيظهر المهرج وبيهجم على كلاين، بس دان بيضربه برصاص، لكن بيعرف ساعتها ان هو عباره عن وهم، وبيأمرهم ان هم يحموا المذكره وهو يجوا ناحيه الدميه ديت، وبيستخدم تعويذه عشان يتتبع مكانه، لكن بيقدر ان هو يفلت منها بكل سهوله. وبنعرف ان هو في التسلسل السابع المهرج وممكن يكون اقوى كمان، وبيهجموا عليه بس هو عمال يشقلب يمين وشمال وفوق وتحت ومحدش قادر يوقفه. وليناردو بيخش وبيهجم عليه، بس على مين يا بابا؟ ده بيقدر ان هو يحرق وشه. وكلاين ساعتها بيعرف ان هو بيستخدم التنبؤ عشان يصد كل هجماتهم، وبيجرب ان هو يضربه في مكان لسه هو يروحه. فعلا بيقدر ان هو يصيبه وبيهجم عليه تاني، بيعمل تعويذه الاستبدال، وساعتها بيروح وبيهجم على الواد اللي بيحرس المذكره وبيبدل مكان الدميه ويدخلهم في النطاق بتاعها. وبيطلع ان ده كله كانت خطته اصلا من البدايه، فهو راح وهجم على كلاين في الاول وعشان عارف ان هم هيجوا عليه ويساعدوه، وبكده هيكونوا قريبين من بعض. وبعدها يرمي عليهم الدميه ويخشوا في نطاقها، والدميه ساعتها بتفوق وتقول لهم تعالوا لي، انتوا تحبسوني، ده انا مش هرحمكم. وبتقيدهم ومحدش بيكون قادر يتحرك. وكلاين بيحاول يلاقي اي حل لكن مفيش، لكن بيفتكر عالم الضباب الرمادي وبيفعل الطقوس وبيحاول ان هو يخش على هناك. وفي اخر لحظه بيقدر ان هو يخش، وبيكون حالته صعبه جدا ومش قادر ان هو يتسلسل اعلى. وكلاين بيكون واقف محتار هل دوت حقيقه ولا كذب، ما هو ممكن يضحك عليه برضه، لكن في الاخير بيوافق. وبعدها بيروح له عشان ياخد المذكره، لكن كلاين كان ليه راي تاني، بيمسك العصايه ويشده ويضرب عليه بالرصاص. وهنا بتظهر عبقريه كلاين، فهو لما هجم عليه وشده رماه ناحيه الدميه وكمل وضرب عليه بالرصاص عشان يوديه برجليه على هناك. وبكده فهو دلوقتي بقى تحت سيطره الدميه، وقبل ما بيحاول يتحرك بيضربه بالمسدس في حنجرته، وبوم واحده في نص راسه بتخلص الموضوع. وبيروح عليه وبيعرف ان هو من النظام السري، لكن فجاه بيقوم من تاني ويبدا ان هو يردد جمله هرناسيوس. وساعتها كلاين بيحس ان في حاجه غلط، كل ما يروح في حته يسمع الكلمه ديت وكأن في حد عاوز يوصل له رساله. بعد ما كلاين بيقدر ان هو ينقذ الفريق كله ليناردو سلام، وبعدها بياخدوا بعضهم وبيروحوا عند بوابه تشانس، وديت اللي هيختموا فيها المذكره. ودان بيقول له انا عارف ان انت عاوز تشوف المذكره، بس لازم فرسان الهيكل يحققوا فيها الاول، ولما يخلصوا يبقى شوفها براحتك. بس كلاين بيستغرب وبيقول له انت قلت لي الكلام ده قبل كده. وبنعرف ان المسار بتاعه اللي هو الكابوس كل ما مستواه بيزيد بيبدا ينسى حاجات معينه، فالقائد بيقول له معلش نسيت وانت ادائك مميز، وعشان كده هبلغ فرسان الهيكل ان هم يرقوك وتبقى موظف دائم. وهو ماشي كده بيشوف المهرج اللي هو قتله، بيكون متأثر جدا لان ديت اول مره يقتل فيها. ودان بيروح له وبيقول له ما تفكرش كتير، انت انقذت ناس كتير يا كلاين. وبعدها بيتجمع الرجاله عشان يرجعوا له المقر بتاعهم من تاني، وكلهم بيشكروا في كلاين وبيقولوا له ايه الجمدان ده كله يا ابني، احنا اول مره نشوف حد من التسلسل التاسع يقتل واحد من التسلسل السابع. الواد بيقول له ده كله بالحظ، انا ما كنتش عارف بعمل ايه. وبعدها بيسيبوه ويمشوا، بس كلاين بيحس ساعتها ان الجرعه بتاعته انهضم منها شويه، وبيقول هو دوت احساس
جهاز هضم الجرعه، بس لازم تكون في عوامل عشان تسرع الهضم. لكن برضك ايه موضوع جبال هيرناسيوس اللي انا بسمعها كل شويه؟ انا لازم اروح واسال استاذ التاريخ اللي كان بيعلم كلاين قبل كده. بيروح على هناك وبيسال الاستاذ بتاعه عن الموضوع، والاستاذ دوت اسمه اوزيك، وبيقول له قبل اسبوع بدانا نحقق في مذكره عائله انتيجونيس، والمذكره قالت ان دوله الليل الابدي موجوده في سلسله جبال هيرناسيوس. والاستاذ بيقول له انا سمعت الاسم ده قبل كده بس مش فاكر دلوقتي. وكلاين بيقول له تمام، لو عرفت حاجه بلغنا على طول. والاستاذ بيساله هو انت شغال في شركه امن مش كده؟ فالواد بيقول له ايوه، حاجات لها علاقه بالتاريخ والكلام دوت، وده الاسم المستعار اللي سكور الليل مستخدماه ليها. الاستاذ بيقول له تمام، بس خلي بالك ممكن تروح اماكن خطيره فيها وحوش والكلام دوت. فالواد بيقول له من عينيا الاثنين، وبيسيبه ويمشي. وساعتها بنشوف الوش التاني لايزيك، والمكان بيضلم وبيخرج منها هياكل عظيمه بتملى المكان كله، ويا حلاوه شكل كده وراه حاجه كبيره قوي. وفي الوقت دوت بنشوف واحد قاعد يتاسف عشان فشل في المهمه بتاعته، وبيقول له اسمح لي بس اقدم تفسير للي حصل. مذكره عائله انتيجونيس غريبه جدا، وده لانها لما بتكون معانا بتكون عاديه جدا وملهاش اي لازمه، وعشان كده دورنا على بعض الاشخاص نعمل عليهم تجارب ونحقق فيها، واحنا عمرنا ما خدنا نظام السفر. لكن الراجل الغامض بيقول له كل الاشخاص اللي عملتوا عليهم تجارب ماتوا، ودلوقتي المذكره بقت في ايد سكور الليل، والغلطه اللي انتوا عملتوها ديت هتاخر عوده الحاكم. لكن الراجل بياكل صوابعه وبيقول له لا، لسه في واحد منهم عايش، وهو دوت اللي سلم المذكره لسكور الليل. والمفاجاه ان الشخص دوت هو كلاين، والراجل بيقول له اديني فرصه بس وانا هجيب لك المذكره. فبيقول له تمام، بس دي اخر فرصه ليك. وهنا بنعرف ان كلاين كان عنده حق، ان هو واصحابه ماتوا فعل فاعل مش انتحار. بس برضك دي المذكره مهمه قوي كده للكل، والكل عاوز ياخدها باي ثمن، وما تقلقش من حاجه هنعرف الكلام ده كله قريب. وبنروح بعد كده لمقر سكور الليل، وبنلاقي كلاين رايح عند العجوز نيل عشان يعلمه بعض التعويذ، وبيعلمه ازاي يقدر يستدعي قوه شخص قوي جدا لفتره معينه، بس لازم يكون في طقوس بعينها مش اي حاجه يعني. وبعدها كلاين وهو ماشي كان قاعد يفكر ازاي يهدم الجوع بسرعه، وبيقول على حسب كلام الامبراطور روزل طريقه التمثيل ديت احسن طريقه ممكن انفذها. وصحيح الجوع بدأت تنهضم لما بدأت أعمل العرافة في وسط المعركة. وبيروح بعد كده لنادي التنبؤ، وده عشان يشوف ممكن يرجع ازاي للعالم بتاعه بسرعة. والراجل بيقول له إن ده هيحصل بس على المدى البعيد مش دلوقتي. وبيفكر في كده وبيقول ممكن انضم للنادي دوت واستخدم العرافة، وبكده هقدر انفذ طريقة التمثيل بسرعة. بس بيلاحظ إن الراجل اللي قدامه دوت تعبان وبيستخدم الرؤية الروحية، وبيقول له أنت لازم تروح عند الدكتور في أسرع وقت. وبيروح بعدها عشان ينضم لنادي التنبؤ، والبنت بتقول له أنت أكيد العراف اللي سيد فينسنت قال عليه، وبيسألها مين دوت، فبتقول له ده افضل عراف عندنا وقال ان في عراف هينضم لنا النهارده. بيروح هناك عشان يشوفه، بس بيلاقي بيدي للبنت ديت هديه كده، وبعد كده بتعدي من جنبه وبيحس ان في حاجه خطيره معاها، بس بيعدي الموضوع. بيخش بعدها لفينسنت وبيقول له انا كلاين وجاي عشان تعمل لي عرافه، وبيبدا يعملها فعلا. وبيقول له انت بتورط نفسك في مشاكل خطيره. فالواد بيقول له ايوه، بس اعمل ايه عشان اعدي الموضوع دوت؟ فبيقول له ركز على الكلمتين دول، تجمع وعائله، هم دومت اللي هيساعدوك في حل مشاكلك كلها. وكلاين بيفتكر ان قصده بالتجمع دوت هو التجمع اللي بيعمله فوق الضباب الرمادي. بيقول له شكرا ليك وبعدها بيمشي. بس فجاه بنشوف ايد فينسنت وبيطلع ان صوابعه مقطوعه، وده معناه ان هو نفسه الشخص اللي عاوز يقتل كلاين. وركز معاه قوي هنحتاجه بعدين. وبعدها بيرجع على البيت وبيقول هل فعلا ممكن اقدر ارجع للعالم بتاعي من تاني؟ وبيبدا يحط الخطه بتاعته. اول حاجه ان انا اقدر اهضم الجرعه واستخدم قوه التجاوز عشان اقدر اتحكم في الضباب الرمادي، وبعد كده اقدر ارجع للعالم بتاعي من تاني. اما الخطه الثانيه فهي ان انا اعدل على الطقس اللي جابني هنا اساسا. بس بتجيله فكره، وانا لو قدرت اعمل طقس استدعاء لنفسي من الضباب الرمادي ايه اللي هيحصل؟ طب الكلام ده كله معناه ايه عشان ما تتوهش مني؟ بص يا عم، الضباب الرمادي بيكون قوي جدا وهو اللي متحكم في كل حاجه ومحدش يقدر بنفسه. فهو بقى لو قدر يستدعي الاحمق القوي جدا اللي موجود في الضباب الرمادي للعالم دوت، فهو بكده هيكون قوي وكمان يقدر يستخدم قوه الضباب الرمادي. وبيبدا ان هو يعمل التعويذه اللي هيستدعي بقى نفسه. شويه كلام هبل كده ملناش دعوه بيه، وهو قاعد بيحس بحاجه غريبه وبيقوم يشوف مين، وبيلاقي ان منيسه قاعده تلعب باللعبه بتاعتها، وبتقول له انت مشغول على طول ومحدش بيقعد يتكلم معايا. فبيقول لها معلش حقك عليا. فبتستغل الفرصه وبتقول له خلاص تعالى معايا لحفله عيد الميلاد لصاحبتي سلينا. وبيفكر في كده وبيقول هو دوت نفس الكلام اللي قال عليه فينسنت، تجمع وعائله، واكيد لو رحت ممكن الاقي حاجه تساعدني هناك. وبيقول لها تمام.
وبعدها بيجي موعد الاجتماع في الضباب الرمادي، وعلى طول الانسه عداله بتصبح عليهم، وكلاين بيفعل رؤيه روحيه عشان يشوفهم كده، وبيلاحظ ان الراجل المسنوق عباره عن بحر وعواصف، بينما الانسه عداله هاديه وصافيه، وبيعرف ان قوته الروحيه بتضخم هنا. وفجاه بيبدا يظهر شعار ورا كل واحد فيهم. الانسه عداله بيظهر شعار المتفرج، اما الراجل المسنوق بيظهر شعار البحار، هو بيظهر وراه شعار ضخم جدا بس مش مكتمل زيهم. وبعدها بيقول لهم اتكلموا يلا، والانسه عداله بتقول لهم انا عاوز اعرف شويه اجابات كده. اول حاجه ايه اللي اعمله لما بقيت متفرجه؟ وساعتها الراجل المسنوق بيتدخل بيقول لها لازم تكونوا متفرجه طول عمرك، يراقب الناس بهدوء، تستنتجي كل حاجة، ومن خلالها هتقدري تعرفي أفكارهم الحقيقية، بس لازم تستوعبي قوة الجرعة الأول وتمشي على اسم الجرعة بالظبط عشان تقدري تستوعبي الجرعة دي. لكن هنا كلاين بيتدخل بيقول لهم الأمر ملوش علاقة بالاستيعاب بل بالهضم، مش بالاكتشاف بل بالتمثيل. الجرعة مش بتكون مجرد حاجات رمزية بل هي مفتاح الهضم كله، والراجل بيكون قاعد ومش مستوعب كمية المعلومات اللي اتقالت، وبيكتشف ساعتها إن المفتاح هو التمثيل، وبيقوموا يشكروا لأن المعلومات دي قيمة جدا ومستحيل حد يقولها لك مهما حصل. وبيقول لها كملي، فبتقول لهم ايه اللي هيحصل لو حيوان شرب الجرعه ديت، والعيال بتتفاجئ وبيقولوا لها الله يخرب بيتك انت هببت ايه. وبيطلع ان وهي بتحضر الجرعه الكلب بتاعها نط وشرب الجرعه كلها. بيقول لها في الحاله ديت الاحتمال الاقوى ان هو يموت على طول، ولو ما حصلش الكلام ده كله ممكن يكون متجاوز زينا، بس طبعا هيكون في هيئه وحش ويبدا يكتسب الذكاء مع مرور الوقت. فبتقول لهم تمام، وبتسال كلاين اذا كان عاوز حاجه منهم، فبيقول لهم عاوزكم تجمعوا يوميات الامبراطور روزر السريه. وهنا الراجل المسنوق بينصدم لان قال يوميات مش مذكرات، ومعنى كده ان هو بيعرف يقراها، وده لان اللغه اللي هي معموله بيها محدش قدر يفكها مهما حصل. وكمان بيقول لهم يوم الاحد عاوزكم تعملوا تعويذه الاستدعاء ديت ليا، وبيقول لهم على اسم التعويذه، والعيال بتترعب منه لان الاسم ده قوي جدا ومحدش قدر يعمل واحد زيه قبل كده، وبيشوفوا قدامهم قوه جباره ملهاش حدود، وبيشكوا ان هو ممكن يكون حاكم قديم صحي بعد الوقت دوت. وبعدها بيقول لهم مع السلامه وما تنسوش يوم الاحد. وبعد فترة بيتجمع مع أخته وأخوه الكبير واللي اسمه بنسون، وده عشان يروحوا على الحفل، وبيوصلوا لهناك وسلينا بتستقبلهم. بس لحظة كده، هي مش دي نفس البنت اللي كانت عند فينسنت؟ شكل كده في حاجة هتحصل النهاردة. وساعتها كلاين كان واقف بيتفرج وبيحس بالاستدعاء اللي بيعمله السيد المصنوع، والحفلة بتبدأ والدنيا بتكون تمام التمام. بالليل بقى بنشوف البنات هما بيفتحوا الصندوق دوت، ساعتها بتظهر مراية قدامهم، وأيوه هي ديت نفس المراية اللي كانت مع فينسنت يا جدعان، والبنات كانوا جايبينها عشان يعرفوا ايه اللي هيحصل بعد كده. وبتبدا تقول التعويذه، ساعتها المكان والمرايه بيبداوا ان هم يتغيروا، وكلاين هو كمان بيحس بحاجه غريبه بتحصل. وفجاه بنروح عند فينسنت وبنلاقي عمال يضحك جامد وبيقول فعلا التعويذه اشتغلت وطقس الذبح اشتغل خلاص وانا جاي لك يا كلاين. وكلاين في الوقت دوت بيكون بيجري على امل ان هو يلحقهم، وبيعمل العرافه عشان يشوف في خطر ولا لا، وفعلا في خطر قوي جدا ومش قليل خالص. وبيبدا ان هو يمشي بالراحه وبيوصل على الباب وبيفعل الرؤيه الروحيه، وبيلاحظ ان ما بدات تتغير، في حاجه ملعونه جواها، وبوم الواد بينصاب منها، وسيلينا بدات تتجنن وتضحك ضحكه خبيثه، والواد مش بيكون عارف هيعمل ايه، مش هيلحق يبلغ القائد باللي بيحصل، وبيفتكر سحر الاستدعاء اللي اتعلمه من العجوز نيل، يدور على المعدات وفعلا بيقدر ان هو يلاقيها. والبنات بتحاول ان هي تفوق في سيلينا بس هي مش بترد، والمرايه بتبدا تتحرك وبوم بيظهر الكائن الغريب دوت. ساعتها البنات بتخاف والمرايه بتهجم عليهم وبتخليهم ان هم يفقدوا الوعي، تبدا تتغير وتحول سينا بالكامل وبتتجنن اكتر وبتضحك ضحكتها الخبيثه. وكلاين بيجهز التعويذه وبيروح لها، بيهجم عليها بسبات الليل الابدي وبيكتف البنت بالكامل ومش بيكون عارفه تتحرك، وبيستغل الفرصه ساعتها وبيبدا يجمع الادوات عشان يعمل طقوس الاستدعاء، وبيبدا يقرا التعويذه والادوات بتتفاعل معاه، والقوه بتروح على العصايه بتاعته والمكان كله بيتغير لدرجه ان هي بتاثر على فينسنت اللي موجود هناك، لكن بيعمل تعويذه عشان يستدعي السيد بتاعه. وساعتها بتظهر قوه كبيره جدا في المكان بتتجمع كلها مع بعض وبيمع المال اللي عنده. كلاين بيحس بالقوه ديت وبيحاول يتفادى الضرر، لكن في الاخير بينصاب وسلينا بتقوم وتفوق له، والمرايه بتبدا تندمج مع جسمها وبتهجم عليه بطلقات، وكلاين بيجهز سلاحه وبيضرب عليها بس ده مش بيأثر فيها خالص، وبتهجم عليه بشعرها وبتقيده وتاخد سلاحه، بيقع وبيقعد يقاوم وبيحاول ياخد السلاح بتاعه بس هي بتكتفه وتبدا ان هي تخنقه وتعمل عليه لعنه تمتص طاقته الروحيه. تتكلم معاه ساعتها تقول له انت يا حسين انت قدرت ان انت تهرب من الموت اللي كان السيد مرتبهولك، وكمان بقيت واحد من المتجاوزين وانضميت لصقور الليل، قول يلا عرفت ايه من مذاكره عائله انتيجونس؟ وبيطلع ان فينسنت هو اللي بيتحكم فيها اصلا. بتكمل وتقول له قول اللي عندك لان هخلص على البنتين دول. كلاين بيحاول ان هو يقاوم وياخد المسدس بتاعه، لكن بيشوف اخته الصغيره وهي خلاص هتموت وقوته بتخلص وخلاص هيفقد الوعي، بس في الاثناء ديت الانسه عداله بتتدخل
بتتدخل وتبدا ان هي تعمل طقوس الاستدعاء الخاصه بالاحمر، وفي قوه كبيره بتملى جسمه وقوته بترجع له من تاني. بيبدا ان هو يفوق ويلغي كل القيود اللي عليه، والبنت مش بتكون مستحمله القوه دي كلها، وفينسنت بيتاثر وينصدم من القوه دي، بس بيقول له مش هحلك بفضل، وبيستدعي قوه كبيره جدا مكانها وبيرميها جوه المرايه. والبنت بتحس بالقوه ديت هي كمان وبتضحك ومش بتكون مصدقه نفسها، لكن كولاي مش بيستسلم وبيجري وبيبدا ان هو يكمل التعويذه. وفعلا القوه دي بتكون كبيره جدا والبنت بتهجم عليه في ظهره، بس التعويذه بتكتمل وبتظهر قوه مرعبه جدا في المكان. البنت بتعاني وتحاول تقاوم، لكن كولاي مش بيسيبها، وفي الاخر البنت بترجع لطبيعتها والمرايه بتنفصل عنها، وبيصعب على المرايه وبوم بيكسرها. واخيرا انتهى خطر فينسنت والمكان كله بيرجع لطبيعته من تاني، وبيرجع على منيسه يطمن عليها وبيلاقيها ان هي كويسه. بيقول الحمد لله ان هي ما حصلهاش حاجه، وما كنتش اعرف ان طقوس الاستدعاء بتكون بالقوه دي، وده كله بسبب الانسه عداله، والا كنت هكون ميت. بيندم ان هو دخل عيلته في مخاطر زي دي، وبنروح عند فينسنت اللي مش بيكون مصدق ان هو خسر، وبيحاول يهرب قبل ما السير بتاعه يجي ويقتله، وبيفتح الباب وبيلاقيه في وشه بيقول له انت فشلت في مهمتك، اقبل بقى موتك، وعلى طول بيخلص عليه. والراجل دوت اسمه سيد زي، عضو في نظام السفر. وبعدها بيوصل القائد دان للمكان اللي مات فيه فينسنت، وكلاين بيحكي على كل اللي حصل، وهناك بيلاقي فينسنت ميت وجنبه تعويذه زي اللي موجوده في بيت سيلينا. ودان بيشك ان في حاجه غريبه وبيفعل قوه الكابوس بتاعته وبيخش جوه عقله. وهنا كانت الصدمه، بيشوف الكائن المرعب ده قدامه. نعم يا ساده، انه كائن معلق. ووقتها بتظهر فيشة ثانيه في المكان. ايه علاقه الفيشة دي بكل اللي بيحصل هنعرف بعدين. في يوم من الايام بنلاقي كلاين قاعد في عرض الاوبرا، وبيشوف دان هناك وبيساله هو ليه ما سافرش، فبيقول له مفيش داعي، الانسه دالي سافت مكاني، وده عشان تودي المذكره للمقر الرئيسي، لانه كان تعبان من ساعه لما شاف المخلوق المرعب اللي قدامه. ساعتها بيقول له كلاين ان هو بحث حوالين الموضوع واكتشف ان الكائن اللي هو شافه اسمه المخلوق الحقيقي، ونظام الشفق يكون تابع ليه وبعض المنظمات السريه كمان. وتاني يوم بتيجي واحده عشان تدور على جوزها المفقود، وبتقول له ان هو كان المفروض في رحله بحريه والمفروض ان هو يرجع من شهر، لكن لسه ما جاش وانا قلقان عليه. كلاين بيستخدم قدره العراف وبيحاول يلاقيه. ساعتها بيشوف مشهد لراجل وهو بيغرق، وفي الاخر نجا ووصل لاحد الشواطئ. وساعتها بيروح عند القائد عشان يساله على القضيه ديت، وبيقول له انا عارف بالموضوع اصلا، بس لازم يكون عندنا ادله كافيه عشان نعرف نحقق فيها. وبعد اسبوع بترجع السفينه وبنشوف واحد اسمه سبيس، وهو ده البطل اللي قدر ينقذ السفينه من الغرق. بيكون قلقان جدا من وجود كلاين ودان في المكان، والراجل اللي كان كلاين بيدور عليه رجع بالفعل. فكلاين اخده عشان يحكي له على كل اللي حصل، وبيكون عاوز يحكي بس بيكون مرعوب ومش قادر خالص. كلاين بيقول له ما تخافش من حاجه، خليني ادخل جوه حلمك واشوف ايه اللي حصل. وبالفعل بيشوف السفينه متدمره والدم مالي المكان، وفي راجل غريب بيرمي طفل رضيع في الميه، بس المفاجاه ان هو بيرمي نفسه هو كمان، وبيجري عليه صاحبنا وبيحاول ان هو ينقذه. وكلاين بيساله انت ليه بتعمل كده، بيقول له عاوز اعرف السبب اللي خلاه يعمل الافعال بتاعته دي. لكن كلاين بيكتشف ان الحلم دوت اصلا مش حقيقه، وفي حد لعب وعدل فيه عشان ما حدش ياخد باله. هنا بيظهر الفاعل الحقيقي اللي ورا الموضوع دوت. ايوه، هو ده نفس البطل اللي انقذ المدينه، وده معناه ان ده كله عباره عن لعبه هو عاملها من الاساس. وفجاه كلاين بينتقل لمكان غريب وبيسمع حد بيقول هرناسيس، والضباب بيكون مالي المكان، لكن بيظهر عفش مجهول قدامه. وبعدها بيختفي كل حاجه وبيرجع تاني وبيقول له هرناسيس تاني هو انا مش ورايا حاجه غيرها ولا ايه، انا لازم اروح للسيد زيك عشان يعرفني اذا كان لها حاجه ولا لا. وبعدها بيروح للقائد ويشرح له على كل اللي شافه، وبيقول له اللي عمل الموضوع ده كله هو البطل تريس. والقائد بيقول له ده مش كافي، هو دلوقتي بطل قدام الناس كلها ومحدش هيصدقنا، وعشان كده عاوزين دليل اقوى. وانا هعمل تحقيق مشترك وهستدعي الناس من جماعه المعاقبين وعقل الالات الجمعي. ثم البردك عباره عن فرقتين تابعين لمنظمه الليل الدائم، بس لهم وظائف تانية ومش بيتدخلوا في الحالات القصوى. وفي اللحظه دي بنلاقي واحده بتخش على تريس وهو نايم، بتقول له ايه مبسوط باللي عملته، بيقول لها ايوه انا اخلي الناس تقتل بعضها واقعد اتفرج، فدي قمه المتعه بالنسبه لي. وبنعرف ان هو في مسار القاتل التسلسل الثامن، وبتقول له انت ليك مهمه دلوقتي، انت لفت انتباه صقور الليل واكيد هيجوا عشان يخلصوا عليك، وعشان كده لازم تقتلهم، وهيكون لك هديه مسبقا ربع التسلسل السابع للمسار بتاعك. بس بيتفاجئ ان مكتوب عليها كلمه الساحره. وبعدها بنشوف كلاين مع نيل
بيقول له انا عاوز مواد اعمل بيها تمائم عشان احمي عيلتي من اي خطر. فهو من ساعه اللي حصل مع ميليسا هو خايف عليها جدا وخايف ان هم يحصل لهم حاجه وهو مش موجود. نيل بيقول له مفيش مشكله تعالى معايا، بياخده على مكان كده وبيخبط على البوابه، بعدها الاسانسير بياخدهم لتحت وبيقول له اهلا بيك في سوق تنجن السفلي، عالم تحت الارض في كل حاجه ممكن تتخيلها وده عامل زي السوق السوداء عندنا. ولاين بيقول له ازاي الكنيسه سمحت بالكلام دوت. نيل بيرد عليه وبيقول له ان هم مش بيتدخلوا في الحاجات ديت، ولو عملوا كده فالناس هتهجم عليهم وده مش هيكون حلو خالص. وساعتها كلاين بيحس ان في حاجه وبيلاقي راجل قدامه شكله مجنون بس ادراكه الروحي عالي جدا، وبيشوف كلاين وبيروح عليه وبيقول له انا شايف منك ريحه موت، انت اكيد مت قبل كده. بس بيقع على الارض وبيقعد يصرخ من الوجع، ونيل بيطمنه ان ده عباره عن مجنون اتولد بادراك عالي. بس كلاين بيكون خايف، ده قادر يعرف ان انا مت قبل كده. وهما ماشيين بيلاحظ ان تريس موجود في المكان، والمعلم كان جاي عشان يجمع مكونات الجرعه ويدخل بعدها في التسلسل السابع. وكلاين بيبدا يلاحقه يمكن يعرف منه حاجه، بس بيلاقي واحد اصلا بيجري وراه، ونيل بيقول له ان ده واحد من المكلفين بالعقاب. بس ساعتها تريس بيجري بكل سرعته وبيحاول ان هو يهرب، وكلاين بيجري وراه ومش راضي يسيبه، والمخبر شغال يضرب النار بس ده ولا فارق معاه. بس في طلقه بتيجي فيه وبيقع على الارض والطاقيه بتاعته بتقع وكلاين بيمسكها، والتريس بيقوم وبيحاول ان هو يهرب بس المخبر وراه ومش رحمه نهائي. لكن في الاخير بيقدر ان هو يهرب. بنطلع لفوق وبنلاقي دان موجود والمخبر بيكون ميت، وكلاين ونيل بيوصلوا المكان. بيقول لهم دان احنا اتاخرنا وتعالوا معايا يلا عشان نلحق نمسكه. كلاين بيستخدم العرافه عشان يلاقي مكان تيريس، ودان بيقول احنا شاكين ان هو في مسار القتله التسلسل الثامن، والعرافه بتكمل وبيقدروا يحددوا مكانه. بيقول لهم امشوا على طول، ودان بيكمل ويقول لهم ان في علاقه ما بين المسار دوت وطائفه الشيطانات، واكيد لهم هدف هنا في تنجن، ودي الطائفه شريره هدفها نشر الكوارث، والحاكم بتاعتهم هي الشيطانه الابديه، وجميع اعضاء الاقوياء من النساء وعاملين بالظبط زي نظام السفر بس دول مضغبهم كل نظام ليه الحاكم الخاص بيه. وبعدها بيوصلوا المكان، دان بيخش وبيقول له خليك هنا، وكلاين بيفكر هي ليه كل اعضائهم الاقوياء من النساء، وهو واقف في شويه حريم بيخرجوا من الباب، واحده بتخبط فيه وبتقول له انا اسفه، وكلاين بيحس ان هي مصابه وبيفعل الرؤيه الروحيه بس مش بيلاقي حاجه. وبعدها بيختفي تيريس تماما وكانه مش موجود، والشرطه والكل بيدور عليه لكن مفيش اي فايده، وعشان كده العمليه كلها اتلغت والدنيا كانت هاديه الفتره ديت. كلاين اترقى خلاص وبقى موظف دائم وبيروح لنادي التنبؤ عشان يسرع من عمليه الهضم، وبرضك كان بيحاول يستخدم الضربه الرمادي عشان يرجع للعالم بتاعه لكن كل محاولاته بقت بالفشل. وبعدها عمل التمام لاخواته واتدرب اكتر على القتال المباشر. وخلال الفتره ديت الدنيا كانت هاديه لحد ما رونالدو بيروح له على البيت وبيقول له في حاجه غريبه بتحصل، معدل الوفيات زاد بنسبه 5 اضعاف والناس بقت تموت في كل حته. على عكس المتوقع معظم الميتين كانوا فقراء او عندهم مرض وخلاص هيموتوا. وبيبدأ كلان يستخدم العرافة عشان يعرف سبب الحاجات دي، وبيعرف ان في حد بيلمسهم قبل ما يموتوا، واللي بيعمل كده واحدة ست، والموضوع كله بيشير لحاجة واحدة بس، طائفة الشيطانات وتبيس. وهنا كلاين وليوناردو بيكتشفوا حاجة، ان اللي ماتوا كلهم اصلا كانوا هيموتوا بعد شوية، وكأن في حاجة سحبت عمرهم اللي فاضل، وهدفهم اكيد ان هم يستدعوا حاجة شريرة او لعنة على مستوى واسع، وده بالظبط هدف طائفة الشيطانات. والكل بيوافق على الكلام ده كله وبيبان ان هو منطقي جدا. والقائد ساعتها بيقول لازم نلاقي مكان اللعنه ونوقف الطقوس ديت، وبيدوا لكلاين واحده من المتعلقات لحد مات قبل كده، وده عشان يعرف مكانه. يستخدم العرافه وبيتنقل للمدينه، بيعرف المكان بالظبط وبيروحوا كلهم لهناك. بس في الطريق بيحصل تشويش على قدره العرافه، لكن ليوناردو بيقول احنا كده كده وصلنا خلاص، وعشان نعرف مكانهم هنشوف ايه اكتر الاماكن اللي حصل فيها معدل وفيات قبل كده، واكيد المسبح هيكون هناك. وفعلا بيقدروا ان هم يوصلوا لواحد من الاماكن، وكلاين بيتاكد وبيعرف ان دوت هو المكان. ودان بيتقدم وبيقول كالعاده هتبقى هنا وانا وليوناردو وفعلا هنخش جوه، ودان بيفعل قدره الكابوس يبداوا في غزو ذلك المكان. جوه بقى البنت بتكون قاعده وبتحس ان في حاجه غلط وبتقوم وتشوف الوضع، لكن الدنيا بتكون هاديه بشكل مريب، وبتبدا تستعد وتجهز نفسها وتستخدم تعويذه الاخفاء. رجالتنا بيخشوا بس في ارواح كتير في المكان، والبنت بتحاول تهرب ومحدش اخد باله، بس في بيلاحظها وبيضرب النار عليها، لكن بيصيب واحد من الارواح تستغل الفرصه وتهجم عليه بظهره، وفعلا بتقدر ان هي تصيبه. بس ده كله عباره عن وهم، وبتعرف انها في كابوس، وليوناردو بيديلها رصاصه بس بتقدر ان هي تصدها، وبيخش عليها وبيديها واحده توزعها في الجدار، وبيقوم وبيهجم عليها بايد ضخمه جدا، بس هي بتطلع
وتنجر وتجرح ايديها، وبكده الوهم كله بيروح. فهي ذكيه برضه، عرفت ان هي جوه كابوس فجرحت ايديها عشان القدره تتلغي، وبكده سيطره دان بتتلاشى وبتقف وهي متعصبه. بس في بيضرب على النار، وكلاين كان بيراقب الوضع دوت، ودان بيقول له خليك هنا واي حاجه غلط اهرب على طول. وبيستغرب كلاين ده ليوناردو في التسلسل الثامن وفي التسلسل التاسع، ومع كده مش قادرين عليها، دي اكيد بقى من التسلسل السابع. والبنت بتكون بتفوق كل الهجمات، وليوناردو بيصوب عليها وبيقدر ان هو يصيبها، لكن بتعمل تعويذه استبدال والاصابه بتتلغي وبتهجم عليهم. بس دان بيستخدم غبار الليل وبيصد الهجوم، والبنت بتخش جوه والمكان كله بيكون مليان ارواح، وتروح عند تمثال الشيطانه البدائيه تبدا تعمل تعويذه الاستدعاء، والشيطانه بتفتح عينيها وبيخرج منها قوه كبيره جدا. ودان بيلاحظ الموضوع وبيأمر فري ان هو يهجم من اليمين وليوناردو من الشمال. وخلي بالكم كويس تعويذه الاستدعاء دي قويه جدا، وفعلا من كتر القوه هي بتنصاب كمان، والارواح ساعتها بتتجمع في كل مكان وبتهجم عليهم في كل حته، والرجاله عماله تقتل فيهم لكن عددهم مش بيخلص. وواحد بيهجم على فري وبيحاول ان هو يصيبه بلعنه، بس انت جيت للشخص الغلط، لان فري من مصاب حفار القبور ومش بيتاثر باي لعنات. ودان بيهجم وبيخش المكان، بيلاحظ ان المكان فيه دم من كل حته، والستاره بتنزل عليه وبتحاول ان هي تقيده، بس بيقدر ان هو يتحرك، وبوم واحده بالمسدس بيقطعها، بس بيلاحظ ان في دم. طب ازاي؟ وفجاه بيلاحظ ان الستاره بتفتح عينيها وبيظهر قوه مرعبه جدا وبتهجم عليه بهجوم ضخم جدا، بس بيفعل قوه الارق وبيصد الهجوم المرعب دوت، والصدى بيسمع في المكان كله والكل بيقلق عليه. وفعلا ده انصاب، والبنت بتجري وتنط من الشباك وتهجم عليه بورده ملعونه، بس ليوناردو بيقدر ان هو يصد الهجوم، لكن واحده بتغفله وبتيجي في ايديه، وساعتها البنت بتقول له خلاص وقتك خلص يا غالي، وبتفعل قوه اللعنه عليه، وليوناردو بيحس بيها وبيطلع ان هو سحر اسود، وبياخد الضفر بتاعه واحده من صعبه، وبيقدر ان هو ينقل اللعنه قبل ما تتفعل. ولما بتتفعل بتظهر قوه سوداويه كبيره جدا، وبتكون مفكره ان هي خلصت عليه، وبعدها بتهرب. وكلاين بقى بيكون جوه وبيفعل تعويذه على المرايه عشان يشوف كل اللي حصل فيها اخر فتره، وهنا بينصدم لما بيشوف شكل البنت ديت، وبيفتكر ان هي نفسها البنت اللي شافها قبل كده. ودان بيجي وبيقول المسبح اللي تحت دوت كان هدفه هو عمل لعنه واسعه المدى، وبيسالهم اكتشفتوا حاجه ولا ايه؟ وليوناردو بيقول البنت ديت هي تريس، وفري بينصدم وبيقول له يعني هو متنقف زي امراه ولا ايه؟ لكن كلاين بيقول له لا، تريس اتحول لواحده ست. وده برضك بيفسر اختفاء تريس المفاجئ، والكل بيستغرب ازاي يعني راجل يتحول لواحده ست. ودان بيقول ان دوت بيفسر برضك ان كل المسؤولين في الطائفه دي كلهم ستات. ولو تفتكر معايا كده الست اللي جت لتريس وادته الجرعه كان مكتوب عليها الساحره، وبنشوف بعدها تريس او المفروض تريسي كانت قاعده في قطر وكل الرجاله بيكونوا مبهورين بجمالها. ما لو انتوا عارفين ان هي في يوم من الايام كانت راجل والله لا تقوم وتجري. ايه القرف ده يا جدعان؟ وبعد فترة بنشوف شخص عمال يكتب على الجدران بالدماء، والدم بينتشر في كل حتة، وبيطلع ان الشخص دوت هو الاستاذ ايزيك معلم كلاين، وشكل كده في حاجة غلط في الموضوع. وبعدها بنشوف سكور الليل وهما بيهجموا على قرية لامون، ده بسبب ان في بنت جت عندهم قبل كده تشتكي ان هي بتشوف كوابيس في احلامها، قلعة مجهولة وفارس الشبح بيقاتل فيها، وبيعملوا ابحاثهم وبيعرفوا ان ديت هي نفسها القلعة. وفي بيوصل للمكان وبيعرف ان في اشباح موجودة في القلعة كلها، وعشان كده القائد جاب معاه القطعة الاثرية دي شعار الشمس المتحول من الدرجة الثالثة، وهدفها ان هي تخلي جميع الاشباح اللي في نطاق 15 متر يختفوا تماما، لكن لازم يكون موجود لمدة دقيقة كاملة داخل النطاق دوت. والضرب بتاعها ان المتجاوزين نفسهم لو تنهم قاعدين في النطاق دوت لمدة 5 ساعات هيتجننوا تماما، ومفروض كده عدى 2.5 ساعة، وعشان كده بيبداوا يبحثوا بسرعة قبل ما الوقت يخلص. بيبصوا على هناك وبيشوفوا الاشباح موجودة، وكلاين بيفعل الرؤية الروحية بس بيشوف شبح قدامه، والشبح بيهجم عليه وخلاص هيسيبه، لكن ده بيتدخل وبيستخدم غبار الليل وبيصد الهجوم، بس الشبح بيكون فوق وفي بيحذرهم والشبح بيهجم عليهم، لكن في اخر لحظه دان بيدفع كلاين وبيتفادى الهجوم، والسيف بيكون مكمل وبيهاجم الكل، وفي الاخر بيوصل لايد الفاس الشبح، بس ايه دوت ده من غير راس، والكل بينصدم. الشبح مش بيديلهم فرصه وبيهجم عليهم، وكلاين بيفعل الليل الدائم عشان ينيمه، لكن الفاس مش بيتاثر وبيكمل هجوم وبيطلع سلاحه، وبوم بيظهر منه نسخ كتير جدا في المكان، والرجاله بتقاتل بس مش قادرين على العدد ده كله. ودان بيقول لفري يدور على نقطه ضعفه، وفري بيستخدم قوته وبيحاول يلاقي اي حاجه، لكن الفاس بيهاجم دان وبوم بيديله واحده بيوزعه في الجدار، والقطع الاثريه بتقع وتبعد عنهم، والفاس بيهاجم دان المره الثانيه بس بيقدر ان هو يتفاداها، وفري بيعرف نقطه ضعفه وبيقول لدان وبيضرب عليه بالرصاص وبيحاول ان هو يصيبه، بس الفارس بيقدر ان هو يقسمها نصين، وكلاين بيجري وبيحاول ياخد القطع الاثريه عشان يخلصوا عليه، بس فجاه ضربه بتيجي في نص راسه
بتخلصه وبتصممه مكانه. بس لحظه، الضربه مش بتوجع، وبيطلع ان ده كله عباره عن وهم دان هو اللي عمله. والفايز بيجي باقوى سرعته وبيضرب دان باقوى حاجه عنده. بس دان كان معاه القطعه الاساسيه اصلا، وعمل ده كله عشان يخدع الوحش ان القطعه الاساسيه وقعت منه. وبكده هو بقى في النطاق بتاع لمده دقيقه، ومع السلامه انت. والوحش بيختفي. وبعدها في بيقول ان الفايز دوت فيه حاجه غريبه جدا، كان متمسك بالمكان دوت قوي وما كانش عاوز يسيبه. ودان بيقول له فعلا، بس هو ليه ظهر في الوقت دوت بفضل. وكلاين بيقعد يدور على اي حاجه وبيلاقي الصوره ديت، وبيعرف ان ديت صوره صاحب القلعه الاول البارون ليمون من الحقبه الرابعه اللي اختفى في ظروف غامضه جدا. بس كلاين لما بيبص على الصوره ديت بيحس ان هو عارفه كويس. ايه دوت؟ ومش دوت المعلم ايزيك بفضل؟ بس بيقول لا، اكيد مش هيكون عنده 1000 سنه يعني. ودان بيقول لهم احنا لازم نقعد هنا شويه عشان لو الاشباح ظهرت نطهرها على طول. بس عشان الضرر بتاع القطعه الاثريه لازم واحد بس هو اللي يقعد بقى لمده ساعتين، والا هنتجنن كلنا. يلا مين اللي هيبدا الاول؟ وكلاين بيقول لهم سيبوا الموضوع ده عليا، انا مش ورايا حاجه. وبيقعد في المكان وبيقول القطعه ديت غريبه جدا، ملهاش اي سجلات او معلومات غير ان هي جت من مكان اسمه انتيس. وكمان استخدمت عليها العرافه بس ما لقيتش اي حاجه، وكأن في حاجه بتمنعني وممكن تكون مرتبطه بمسار الشمس. بس لحظه كده، هي مش قدره العرافه عندي بتتضخم في الضباب الرمادي؟ وبياخدها وبيروح على هناك وبيبدا يستخدم العرافه عليها. وهنا بتظهر رؤيه قدامه، بيلاقي راجل من كنيسه الشمس الابديه بيحاول يجمع السائل دوت في القطعه الاثريه دي. بس فجاه الراجل بيقع والقطعه بتتكون اخيرا. وكلاين مش بيكون فاهم ايه مصدرها برضه، وبيرجع المشهد من تاني وبيخش بنفسه جوه الرؤيه ديت. ولما بيحاول يلمس السائل دوت العالم من حواليه بيتغير، وبيلاقي نفسه قدام الشمس وبيطلع منها قوه جباره جدا بتهجم عليه. والواد جسمه بيتحرق والمكان كله بيتدمر وبيصرخ من الالم ومش بيكون قادر يستحمل. بس في اخر لحظه الضباب الرمادي بيتدخل وبيقدر ان هو ينقذه. والواد بيقوم ومش مصدق اللي حصل، وبيقول ديت مش شعاب الشمس الابديه، دي حاجه اقوى بكتير وانا مش عارف كنت هعمل ايه لو الضباب الرمادي مش موجود. ساعتها الاصابات اللي في جسمه بتختفي وبيظهر كتابات على جسمه وبيخش العالم تاني وبتجيله معلومات كتيره: الملاك الابيض النقي، طريقه صناعه تميمه الشمس المشتعله، ومكونات الجرعه للتسلسل الرابع من مسار الشمس. لكن بيجيله تحذير خطير جدا: لا تنظر للحاكم مهما كان الثمن. وده كله عباره عن مكافآت ليه عشان يقدر يقف قدام الحاكم لمده دقيقه كامله. والقطعه الاثريه ديت بتكون عباره عن نقطه دم من الحاكم. وبعدها بيقول كفايه لحد كده النهارده، يلا نرجع قبل ما حد ياخد باله. ولما بيرجع بيلاقي الدنيا تمام، وبيقعد يفكر ايه هو الملاك الابيض النقي دوت، وشكله كده كيان مرعب جدا. بعد ما بيخلصوا بيرجع على البيت وبيلاقي رسالة من الأستاذ إيزيك. بيروح على هناك وبيكون خايف ومش بيكون عاوز يخش بسبب الرسمة اللي لقاها. لما بيفتح الباب مش بيلاقي المعلم موجود، وبيمشي كده وبيشوف رسمة موجودة على الجدار وبيروح على هناك وبيشيل الستارة. وهنا كانت الصدمة، القلعة اللي كان موجود فيها هو وسكور الليل مرسومة كلها على الجدار. وساعتها إيزيك بيخش عليه وبيقف ويبص له كده، والواد بيكون خايف وبيقول له معلش ما كانش قصدي، أنا دخلت وشفت الرسمة بالغلط. وإيزيك بيقول له مفيش مشكلة، أنا بقوم الصبح وبلاقي نفسي راسم على الجدار، تعالى معايا. وكلاين بيستغرب من موضوع الأحلام دوت، وبعدها بيديله كتاب عن جبال هيمناسيس. والواد بياخده وبيكون عاوز يمشي، بس بيقول له اقعد هنا، انت ما بقتش في الجامعه خلاص وما ينفعش تخرج بيه. صحيح، هو انت خايف مني ليه؟ والواد مش بيكون عارف يقول له ايه، وبيقول له انا متحمس جدا عشان اقرا الكتاب دوت. وبيفتحه ويبدا يقرا وبيلاقي سلسله جبال هناك وعفش زي اللي بيشوفه في احلامه. وبيعرف ان سلسله الجبال دي بتمتد من مملكه لوين لمملكه تانية كمان، وكمان في دوله موجوده هناك الليل الابدي. ايه دوت؟ هي مش دي برضك نفسها اللي قراها في مذاكره انتيجونس؟ وبيكمل وبيعرف ان هم عندهم حاجه غريبه جدا، وان هم مش بيدفنوا الموتى اللي عندهم. وزيك بيقول له مفيش دفن ولا جثث، وبيختفوا كانهم مش موجودين اساسا. وكمان الحاكمه بتاعتهم هي حاكمه الليل الابدي. والواد بيستغرب اذا كانت هي نفسها اللي كنيسه الليل الدائم بتتبعها. وزيك بيقول له ما تشرب القهوه كده، ولما بيجي يشربها بيلاقيها مره جدا، بيحط فيها سكر. وزيك بيقول له غريبه، انت كنت بتشربها من غير سكر. والواد بيحاول يدافع عن الموضوع وبيقول له من ساعه لما انا اشتغلت وانا بقيت اشربها مسكره. وزيك مش بيهتم قوي، وبيقول له وانا قاعد بدرس الغوامض اكتشفت ان مسارك اتغير وفي بعض الحاجات الغريبه بتدور حواليك. وبيساله غريبه ازاي يعني؟ بيكمل ويقول له للاسف التقلبات ديت مليانه بالخطر، بس مش عارف ايه السبب، لكن في حاجه انا متاكد منها قوي، ان مصيرك مرتبط بيها بشكل كبير، وحاسس ان القدر رابطنا مع بعض. وبيقول له قول لي كده يا كلاين، هو انت شفت القلعه ديت قبل كده؟ والواد بيتوتر جدا، وبيكمل ويقول له انت من ساعه ما دخلت هنا وانت مضطرب ومش على بعضك خالص. وفجاه بيلاقي قدامه ايه الاسرار اللي انت تعرفها عني. بس بعدها بيقول له ما تخافش،
انا عاوز بس اعرف الماضي بتاعي. وفعلا بياخده على مكان القلعه وبيطمن نفسه ان هو عمل عرافه قبل ما يجي على هنا وعرف ان الدنيا هتبقى تمام. وزيك ساعتها بيكون ماشي ويقول المكان دوت ما كانش متدمر زي كده، ويفتكر لحظات من الماضي بتاعه وبيخش جوه وبيفتكر ابنه وهو بيلعب في المكان دوت كان ماسك السيف وبيقول انا الفارس الملك. وكلاين بيتفاجئ ان الفارس اللي كان ماسك السيف يكون ابن ايزيك. بيطلع فوق وبيلاقي سيفه القديم، ولما بيمسكه قوته بتبان والمكان كله بيبدا يرجع لطبيعته من تاني. وبيفتكر ابنه ومش بيكون قادر يستحمل ان هو مات وسابه. وبعدها في نفق بيفتح وبيكون ريحته وحشه جدا، وايزيك بياخد بعضه وبينزل لتحت وكلاين بيكون ماشي وراه وبيحس ان في ختم معمول على المكان دوت. وبعدها بيشوفه تابوت كده، ولما بيفتحه بيغضب جدا وقوته بتتفاعل في المكان كله، ومن شدتها كلاين بيتم في الارض والاشباح كلها بتبدا تتجمع في المكان، والاف من الاشباح بتكون واقفه قدامه. وكلاين بعدها بيشوف ماضي معلمه بتكون في حرب كبيره جدا والجثث ماليه المكان كله والنار عماله تحرق فيها. وايزيك بيخرج من وسط الجثث ديت وبيكون مصاب، وبتكون في ساحره بتعمل لعنه في المكان كله والجنود بيبداوا يهجموا عليه في كل حته. وايزيك بيقف ويمسك سيفه وبيفعل قوته وينزل لساحه المعركه وبيخش عليهم بيخلص على اللي قدامه. اللي بيقابله بيحصل اللي بعده، وحرفيا كده المكان كله بيبقى مليان جثث، والجنود اللي على الخيول بيهجموا هم كمان، لكن هو مش بيستناهم وبيهجم عليهم وبيقعد يقتل فيهم بكل قوته. بس في الاخر بيقع والجنود بتهجم عليه في كل حته. لكن في تلك اللحظات خرج من يهابه الجميع. بيخرج عملاق ضخم جدا في المكان وبيمسكهم ويفعصهم زي الحشرات. وبعدها بيقوم وايزيك بيفعل قوه المتجاوز واللي هي بمسار جمع الجثث، وبيجري بكل سرعته هو والعملاق عليهم وبيخلص عليهم كلهم. وبعدها بتخلص المعركه بفوزه هو لوحده قدام العدد ده كله، وبيرجع على بيته وبيعملوا له حفل هو وجنوده، وبياخد لقب البارون العظيم لامون، ويكون مبسوط جدا مع مراته وابنه. بس كلاين بيقول ازاي ما هو مبسوط كده، ازاي بقى حزين بالشكل دوت. لكن في يوم من الايام زوجته بتكون تعبانه جدا وبيطلع ان السبب هي قوه ايزيك السوداويه، وبيخرج بره وجيش الاشباح بيكون مستنيه وبيرجع للحاكم بتاعه وابنه بينادي عليه. لما بيبص له بيفقد السيطرة على قوته وبيضربه في مشهد صعب جدا. وبعدها بيبدأ في الرحيل وبيبص على ابنه ومراته للمرة الأخيرة ويسيب سيفه جنبهم ويبدأ إن هو يمشي. ومع كل خطوة بيفتكر ابنه ومراته، يمشي وحيدا في ظلمات الليالي. وابنه بيصحى وبيلاقي سيف أبوه جنبه بينادي عليه لكنه بيمشي عشان يحميه من شره. وبنرجع تاني وبنلاقي كلاين عمال ينادي عليه عشان يفوقه بسبب قوته الجبارة. وبيشوف ابنه نايم قدامه، وكلاين لما بيشوفه بينصدم لانه ما ماتش، لا ده في حد ختمه وهو عايش وكمان اخد راسه. زيك بيقوم وبيكون غضبان جدا وبيقول اللي اخد راس ابني فانا هدوقه دوت 10 اضعاف، وبيفعل تقنيه السلاله عشان يتبع اثار الدم بتاع ابنه. بس المفاجاه انها بتسيب لكلاين، لكن ايزيك بيفعلها تاني. تظهر قدامه بوابه ضخمه جدا وبيكون فيها جماجم كتيره جدا، وبيحاول يدور على جمجمه ابنه بس بدون اي فايده. في حد منع التتبع وبيقول له لكلاين القوه اللي منع التتبع ديت هي نفسها اللي بتغير في قدره، وعشان كده لما عمل تتبع السلاله راحت عند كلاين الاول وبياخد جثه ابنه وبيدفنها وبيقول له ما تقلقش حقك هيرجع لك. وكلاين بيساله اذا كان قدر يفتكر حاجه من ذكرياته، بس بيقول له لا، حاجات بسيطه جدا. انا عشت فتره طويله لدرجه ان انا مش فاكر عمري قد ايه، وكل فتره بنام في سبات عميق. لما بصحى مش بكون فاكر اي حاجه غير بعض الذكريات ليا واسمي وحاجات طفيفه جدا. وفي اوقات بيكون عندي بنت، ومرة يكون عندي 3 عيال، وأحب عائلتي لكنني من أؤذيهم، وينتهي كل شيء برحيلي. وما بقتش أعد أنا عشت كم مرة. وكلاين بيزعل جدا على معلمه وبيعرف إن دوت هو ضريبة العمر الطويل، لكن في الوقت دوت بتظهر ريشة للمرة التانية وأكيد لها يد في اللي بيحصل دوت. وبكده بيخلص الجزء الأول من حكايتنا، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد واشترك في القناة. يلا سلام.